حوادث الانفاق يا جماعه شده الاصابه اللي ناتجه عنها بتبقى ضعف الطرق العاديه، وبغض النظر عن بعض اخطاء التصميم في بعض الانفاق في عوامل كتير تانية مؤثره وممكن جدا تنقذ حياه السائق، زي تخفيض السرعه عن الحد الاقصى للسرعه القانونيه للطريق، وخصوصا اي نفق بيبقى فيه منزل، واكيد الوضع في الحسبان حجم الاحمال الموجوده في السياره، فكلما زادت الاحمال زادت مسافه التوقف، وده ينطبق على ملاكي او نقل او اي نوع مركب. اما بقى بالنسبه للانفاق اللي بيبقى فيها لفه، حاول تاخد باستمرار الزاويه المفتوحه فيها، يعني لو النفق لفف شمال خليك انت في اليمين والعكس صحيح، بحيث ان انت تبقى كاشف اكبر قدر من زوايا الرؤيه دي عشان تلحق تلم عربيتك لو اتفاجئت باي عربيه واقفه او عطلانه. اكتر وقت بيحصل فيه حوادث الانفاق بيبقى بالنهار، لان الانسان الطبيعي بيشعر بالعمى اللحظي واللي ممكن يوصل ل3 ثواني او اكتر في لحظه دخوله للنفق، ولذلك 80% من الحوادث بتبقى في اول النفق، وعشان كده بيركبوا كشافات كبيره وكتيره في بدايه اي نفق، يعني محاوله تعويض فرق الاضاءه. ولذلك بنقول النفق بالنهار ما تدخلش على السرعه القصوى، وخصوصا لو الشمس ضاربه في عينيك، ولا طبعا ينفع تخفض سرعتك زياده عن اللزوم. خير الامور تمن للوسط، ولا قدر الله حصل اي حادث وانت في اول النفق حاول تهرب من العربيه وربنا يسترها عليك قبل ما تلاقي عربيات كتيره عماله بتلبس فيك. لو شايف كلامي مهم شير بقى على جروبات العربيات. ربنا يستر طريقكم. سلام.